المعاناة بتاعت كل يوم، غسيل قد كده متلتل، مواعين متلتلة في الحوض، الست اللي ما بتقدرش تاخد نفسها من عمايل البيت والولاد. بصوا الجميلة دي، برغم ان هي عايشة في مكان بسيط جدا الا انها راضية جدا بعيشتها. الاماكن دي بتفكرني ببيوتنا زمان. انا بحب الفيديوهات دي جدا جدا، بتديني طاقة ايجابية قوي. وتحسسك ان مهما كانت عيشتك ايه ارضي بيها، مهما كنتش عايشة فين. الرضا ده اهم حاجة، ان انت تكوني راضية بعيشتك، صدقيني كل حاجة هتبقى حلوة في حياتك. بصوا الجمال، بصوا كده البيوت اللطيفة الجميلة الخفيفة على القلب دي. بصوا نظافتها في وسط المكان اللي هي قاعدة فيه. مكان حلو قوي، مكان بسيط جدا مفيهوش اي تفاصيل. والغسالات بتاعت زمان بقى، فاكرين الغسالات دي؟ بتفكرني برضو بغسالات زمان. الغساله ام مروحه دي الحلوه اللي كانت بتغسل الحبس، كانت بتطلع الهدوم فل. بجد والله العظيم ستي كانت بتغسل بيها وماما، بيطلعوا الهدوم قشطه قشطه كده. غير غسالات دلوقتي والله العظيم خالص. فعلا احنا اتدلعنا، الجيل متدلع، انما زمان فعلا كانوا بيتعبوا قوي. البنوته دي بجد بتوريكي ازاي ترضي بعيشتك. بصوا هي نظيفه ازاي. بصوا حمامها، حتى الحمام بتاعها تحس ان هو كده قديم قوي ومفهوش تفاصيل، مفهوش حاجه، بس قشطه. هي بصوا قشطه كده، قشطه بتنور. بصوا الجمال، تنظيفات كل يوم بقى لما بتخلص، تنظيفات كل شويه لما بتخلص. الله يعين كل ام يا رب على عمايل بيتها وتربيه اولادها. بحب الفيديوهات دي جدا لان بتديني انا طاقه ايجابيه، بتخليني عايزه اخلص وانضف واشيل واقوم اشوف ايه اللي ورايا. وكمان البنات بتحبها، يعني حبايبي متابعيني الحلوين بيحبوا قوي الفيديوهات دي، ودايما يقولوا لي كتري من الفيديوهات دي عشان هي بتدينا طاقه ايجابيه. بصوا الجمال بقى، بتنضف كده حوالين البيت بره، اللي هي المكان اللي هو بره قدام الحوض ده. بصوا الحمام بسيط جدا، بصوا حتى باب الحمام عامل ازاي. بس قشطه قشطه، دي ما اتقالش عليها غير فله شمعه منوره. بصوا بتنظم كل حاجه في مكانها، بتنضف كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. لا جميل، انا الفيديو عجبني جدا. ما هي بقى المواعين ما بتخلص، نغسل مواعين، نقوم وننام في المواعين. انا نفسي حد يلاقي لنا حل للمواعين. انا اكتر حاجه في حياتي بكرهها المواعين. تحس ان المطبخ كده بيفقس مواعين، بيفقس. مع ان يعني الواحد ايده في المطبخ على طول اول باول، بس ما تعرفهمش ايه اللي بيحصل. بصوا ايه اللي بترشوا على الكنبه ده، مش عارفه، حاجه بتنضف الكنبه بتخليها بتبرق. الناس دي رغم البساطه اللي هم عايشين فيها بس عاملين شويه خلطات تحفه. انا بحب قوي الخلطات بتاعتهم. بصوا البوتاجاز بتاعها بينور ازاي. ما تقوليليش بقى، مش عايزه واحده تتكلم. جمال مطبخها وجمال بصوا الشقه بتاعتها بسيطه قوي ونضيفه قوي. عايزاكم تسمعوا هنا يا مكسلين، يا اللي بتقعدوا ما تقدروش تعملوا حاجه، اتفرجوا على الجمال واتفرجوا على النشاط والحلاوه بتاعتها. اي حد هيعمل لي منشن في اي فيديو هتكلم عنه. والفيديوهات اللي انتوا بتحبوها كلها في بالي، والله انا مش بنساكم، انا بجيب لكم الحاجات اللي بتحبوها، والحاجات كده اللي تحفزنا ان احنا نعمل، والحاجات اللي تدينا طاقه ايجابيه. والناس بقى اللي بتنتقدني كتير كتير، على فكره الانتقاد بتاعكم ده بيجيبني لقدام مش لورا. الناس بقى اللي بتلف ورايا في الفيديوهات وهي عارفه نفسها، خليكوا كلوا في نفسكم وغلوا في نفسكم. انا اصلا مش شايفاكم، انتوا بالنسبه لي هوا. فبس الناس اللي بتحبني انا بحبكم جدا وبموت فيكم. كل الفيديوهات اللي انتوا نفسكم فيها هجيبها. بصوا الجمال، بصوا الحلويات بتاعتها، بصوا الطبخ بقى بتطبخ فين. على فكره الاكل بيبقى ليه طعم تاني خالص. المكان اللي بتطبخ فيه ده بيبقى الاكل ليه طعم تاني خالص. انا مش هقدر اقول لها غير شابوه، وفعلا الفيديو تحفه ويستحق ان انت تحطي له اللايك الجميل بتاعك والكلمه الحلوه بتاعتك اللي انا بستناها منك. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي. انا شيماء غريب. لو انت اول مره بتشوفيني ما تنسيش تحطي لي الكومنت الحلو اللي شبهك، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات حلوه. مع السلامه.